ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. اليوم سنناقش قضية كبيرة مهمة تتعلق بالحالة الاجتماعية لشعبنا الإريتري المسلم، ألا وهي عزوف الشباب والشابات عن الزواج. باسمكم جميعا أرحب ضيفي هذه الحلقة، فضيلة الشيخ عبد العزيز عطا الداعية المعروف في الاستوديو، والأستاذة الكريمة أسمهان علي النعمان عبر خارج الاستوديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. باسمكم نبدأ هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حلقة ماتعة مفيدة لنا جميعا. فإلى برنامجنا. مشاهدي الأكارم، لا يخفى عليكم أهمية الزواج وما شرعه الله تبارك وتعالى لإشباع هذه الغريزة والتكاثر الإنساني حتى يحقق عبودية الله تبارك وتعالى، كما أشار ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولتحقيق هذه الغاية العظيمة شرع الله سبحانه وتعالى هذا الزواج بأركانه وشروطه وواجباته، كما لا يخفى على شريف علمكم. فضيلة الشيخ عبد العزيز، أجدد ترحيب بكم، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الحلقة حلقة موفقة. حدثونا عن مقدمة أهمية الزواج وما نزلت فيه من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة هذا الموضوع ذا أهمية عظيمة، وهو الشيء الذي جعله الله سبحانه وتعالى لتتكاثر هذه البشرية. فيوم خلق الله آدم وحواء جعل الزواج من ذريتهما حتى يتناسل، فحينما أباح الله سبحانه وتعالى الزواج حرم الزنا وغيره من الطرق، فحث عليه، لأن هذه هي سنة الأنبياء من ذي قبل، وهي سنة الله سبحانه وتعالى. وحث على الزواج المبكر، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أمر، نعم، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. نعم. علتان: لماذا أغض للبصر؟ إذا أنت تزوجت غض طرفك عن بنات الناس، ما تنظر إلى الجائية والرائحة. زوجتك تشبع نظرك، زوجتك تشبع، فإن لم تشبع نظرك شيخ تأخذ الثانية والثالثة والرابعة حتى بعد ذلك. موضوع التعدد في الزواج سنفرد له إن شاء الله تعالى حلقة أخرى، لعلكم تخصونه ذلك. نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنه وأحصن للفرج. نعم، صحيح، حصن للفرج حتى ما تذهب إلى الحرام. ثم بعد ذلك ماذا أرشدنا عليه الصلاة والسلام؟
ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هل كان من سنن الأنبياء الزواج؟ أكيد. ما هنالك نبي إلا وتزوج أكثر من زوجة. سبحان الله. أكثر من زوجة، غير السرايا التي كان يتسراها وكذا من الإماء. أن نبينا يقول ابن عباس رضي الله عنه فيما صح عنه: تزوجوا فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. عليه الصلاة والسلام. فالزواج كأن الحديث موقوف عن عبد الله بن عباس. نعم. في صحيح البخاري. نعم. هو موقوفا. نعم، عن ابن عباس. نعم. أنا ذكرت أنه عن ابن عباس، يقول ابن عباس. نعم. نعم. فقضية الزواج حث عليها الشارع، وخاصة المبكر، لأنه خاطب الشباب، لأن الشباب يكون فيه عنفوان الشهوة وليس له حل إلا بالزواج. طيب، هل كان الصحابة يتزوجون في فترات متقدمة؟ نعم، لا شك في ذلك. كل الصحابة وخاصة في تلك الفترات كأن الزواج يعني طبعا قضايا الزواج تختلف من زمن لآخر، فكان الزواج شبه سهل، أمر سهل، فكانوا يتزوجون رضي الله عنهم من استطاع، ومنهم من لم يكن يستطيع، لأنه بعضهم ما كان يملك القوت فضلا عن. إذن الشريعة الإسلامية تحث المسلمين بتزويج أبنائهم وبناتهم في وقت مبكر، لا شك، وتذليل كل الصعاب لتحقيق هذا الهدف، وخاصة إذا كان الأب أو ولي الأمر يستطيع وعنده قدرة مالية، فينبغي أن يساعد أبناءه في الزواج المبكر. تمام. طيب، نستأذنك شيخ عبد العزيز بترحيب بالأخت أسمهان علي النعمان. أهلا وسهلا بالأستاذة أسمهان. يا هلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحب أن أحيي ضيفك وأنت أخي الكريم ومتابعينك إن شاء الله، وأتمنى إنها يعني حلقة جدا مهمة وتكون ممتعة، أتمنى ذلك يعني. الله يحفظك ويرعاك وجزاك الله خير على قبول هذه الدعوة. أستاذة أسمهان، نريد منك لمحة سريعة عن تاريخ شعبنا الإريتري في تزويج أبنائهم بشكل سريع في الفترات التي كانت متقدمة، ليست فترات متأخرة حاليا، لكن تاريخنا نحن منذ 5 عقود 6 عقود يعني تزوج آباؤنا بأمهاتنا في أوقات مبكرة. لمحة سريعة حول هذا أستاذ أسمهان. طيب، التاريخ ما عندي الخلفية التامة، لكن حسب علمي بالفطرة كانوا مدركين إنه أهمية الزواج المبكر لأبنائهم وبناتهم، فكانوا بيزوجوا مثلا سن 13 14 وما فوق. فهذا كان بالنسبة لأهالينا أو أقدر أقول الأشخاص اللي أنا شخصيا جزء منهم، فما عارفة أي تاريخ. يعني مثلا والدتك الكريمة كم كان عمرها يوم تزوجت؟ أنا والدتي تزوجت وعمرها 15 سنة بالضبط. كانت عمرها 12 سنة. شفتي؟ هذا هو التاريخ. أنت عندك تاريخ يعني. ولو سألت أيضا خالتك وعمتك نعم، الجميع تزوج في وقت مبكر، وأتوقع أنه هذا الزواج المبكر أنتج صالحين يعني ومصلحين أمثالك. أكيد أكيد إن شاء الله بإذن الله. فهذا بالنسبة وضحت لي أكثر يعني، بس ظروف زمان وحاليا ما عارفة يعني بدأ مختلف تماما، وخصوصا أن إحنا اللي عايشين في الغرب المفاهيم هذه ولو إنه ديننا يحث عليه، بس في متغيرات كثيرة. حتى لو الأهالي قبلوا بالشيء هذا، الشباب صاروا ما يقبلوا وصاروا يعزفون عن الزواج المبكر يعني. طيب ممتاز، ما دام أنت فتحتي هذا الموضوع الآن، أعطينا في وجهة نظرك لماذا الشباب سواء كانوا شابات أو شباب يعزفون عن الزواج المبكر؟ ما السبب في وجهة نظرك؟ أقدر أقول العولمة بشكل عام. أنا حتكلم حسب تجربتي، أنا عايشة في بريطانيا. تمام.
العولمة والإعلام، الأشياء المتاحة حواليهم كثيرة جدا. وتاني كمان يعني بتلاقي مثلا الشاب ملزم بأنه يعول أسرته في الوطن أو في السودان، في أي مكان مكانه أهاليه، فيأخر الزواج يعني لين ما يوفر المبلغ أو حوجة الزواج وكذا وكذا. فهذا تفكيرهم. هل ما أقدر أعمم. المهور عندكم غالية أستاذة أسمهان؟ مهور بناتنا الإريتريات وأخواننا الإريتريين، يعني مهور البنات ومصاريفهن في الغرب غالية؟ لا أبدا أبدا ما غالية. بس في عوامل كثيرة طبعا. في ما أعرف كيف أشرح لك. مثلا البنت عايزة تدرس تكمل تعليمها، الأهالي عايزين نفس الطموح لبنتهم أو لابنهم كمان اللي موجودين في الغرب. المهور ما غالية أبدا، بس الأهالي أحيانا أنت قلتي معلش بتسعى. أستاذة أسمهان، قلتي نعم. طموح لبنتهم أو لابنهم، هل الزواج يمنع من بناء الطموحات العالية أختي الكريمة؟ لا لا أبدا، ما في فهمي ونظري ما يعيق لو في تفاهم بين الطرفين، ولكن أحيانا الأهالي بيكونوا السبب في عزوف البنات أو الشباب أحيانا. أعطينا تعمقي أكثر أستاذة أسمهان، هل فعلا هذه هي الأسباب أم هناك أسباب بوي فريند ولا جيرل فريند وإشباع الغرائز بما نهى الله سبحانه وتعالى؟ تعمقي، أعطينا الحقائق، لأن نحن نريد أن نعالج هذه القضايا، وعندنا شيوخ سيبينون لنا ما إذا كان التعليم يمنع الزواج، ما إذا كان مثلا النفقة على الوالدين يمنع من الزواج، كل ذلك سيبينون لنا مشايخ. فما وجهة نظرك؟ والله أنا شخصيا طولت في بريطانيا، وبحمد الله قليل إلا ما ندر اللي تلاقي مثلا إريتريين بشكل عام يقولوا لك مثلا عنده بوي فريند ولا جير فريند، قليل جدا. فمن الناحية دي الحمد لله الجاليات قائمة بدورها وأكثر يعني، والأهالي كمان ما يقصروا في المسائل هذه. ولكن تكاليف الزواج تاني عندنا مفاهيم كمان. الأهالي مثلا مسألة عايزين طبعا كل واحد عايز الأفضل لابنه وبنته، بس بتيجي حتة ابن مين وبنت مين وأهله مين وهو طيب بيعمل إيش، لسه كون نفسه ما كون نفسه، والمسائل هذه وظروف البلد هنا. مثلا الأهل ممكن يكونوا يعني إذا الشاب حيتزوج ويجيب زوجته في البيت معاه، في أسر ما يكون عندهم مساحات كافية، مثلا ساكنين في غرفتين ومعهم 5 6 أطفال، فأين حيسكن الشاب يعني؟ عشان كمان يأجر، أو في العوائق المالية دي كثيرة جدا كمان. طيب خلينا نناقش النقاط اللي ذكرتيها، وابقي معنا أستاذة أسمهان. أشكرك جدا. نعود لمشايخنا. شيخ عبد العزيز، الأخت أسمهان ذكرت أن من أسباب عزوف الشباب العولمة، ماذا تقصد؟ الحمد لله رب العالمين. يعني أظن أن الأخت تقصد العولمة ما ذكرته أيضا الإعلام، وما يصور لك من صعوبة الزواج وسهولة الوقوع في الحرام. يصور لك طبعا أنت في الإعلام ترى صور، ترى فتيات يعني ما تكاد تجدهم في الواقع، لأنه يجيبوا لك الإنسانة القبيحة ويزينوها، فهو أحيانا الشاب يريد مثل هذه الممثلة الفلانية ويريد كذا، فيذهب إلى واقع ما يجد. لا أنا أعتقد أنها لا تعني هذا أصالة، لا تعني هذا أصالة بقدر ما هي تعني في وجهة نظري والله أعلم أن العولمة بمعنى أنهم يبثون أفكارا بأن الزواج المبكر لا طائلة منه أو ليس فيه من فائدة كبيرة،
وأن الإنسان ينبغي له أن يبني نفسه علميا واجتماعيا وجاهيا وماديا، ثم آخر ما يفكر فيه الزواج. أعتقد هي تقصد هذا. ما هو العولمة تخفف عليك، تثقل عليك مسائل الزواج، وتخفف عليك مسائل الصداقة. صحيح. تأخذ صديقة، تأخذ كذا. صحيح. أنت الآن ترى في أفلامهم وكذا ما في أحد إلا وعنده صديقة. صحيح. أه؟ ولذلك يحرمون عليك التعدد ويجوزون لك الصديقات. أيوة، لأنه أنت الآن والعشيقات. أيوة، لما أنت تجي المرأة تلد ما يسألوها من زوجك، يقول لها من أبوه. سبحان الله. بس تبغى نسجله باسم من؟ سبحان الله. هذه القضايا اللي أنت يعني الإعلام قاعد طيب يشوف. جميل أستاذ عبد العزيز، الشيخ عبد العزيز. طيب الأخت ذكرت أيضا، وهذه النقطة مهمة، أريد يا شيخ عبد العزيز أنك يعني تبين لنا اياها بوضوح. تقول الشاب يكون مشغولا جدا بالنفقة على عائلته في داخل إريتريا أو في السودان أو في مناطقهم، وبهذا السبب يؤدي إلى عزوفه عن الزواج أو تأخيره لحد ما. هل الزواج سبب إلى ضعف النواحي المادية والفقر؟ نعم، لا شك، لا شك. هو القضية هذه تكتنفها أمرين. أول شيء قلة ذات اليد، سواء للذين في الغرب أو الذين يسكنون في غيرها من الدول. قلة ذات اليد الشاب، كما ذكرنا في نفس الحلقة. أيضا مسألة أخرى، إنه الأسر لما تأتي تطلب البنت ما يخففون عليك. لا دعنا في النقطة الأولى. الآن الشاب إذا تزوج، هل الزواج يؤدي به إلى الفقر؟ لا، ليس يؤدي به إلى الفقر، لكن هو من أصل فقير. طيب أليس من أسباب الغنى الزواج؟ تزوجوا هذا يحتاج وأنكحوا أيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم يكونوا فقراء يغنيهم الله فضله. هذا يحتاج أنا نتعلم منكم شيخ عبد العزيز. هذا يحتاج إلى إيمان وثقة بالله. طيب، والإيمان والثقة بالله ضعيفة. طب أنتم مشايخنا عبوا إيماننا. ما نحن أنت الآن قاعدين نناقش هل هذا سبب؟ يعني هل نحن بغض النظر الآن الأخت ذكرت، بس لو أعطيتني فرصة حتى أتكلم. بغض النظر عن ما هو الحل لهذه القضية، هي مشكلة موجودة، مشكلة قلة الدخل في أي مكان. الشاب زي ما ذكرت يا دوب الآن مثلا أحيانا يكون مثلا في الخليج عندنا الأب يكون يشتغل أشغال ضعيفة، يا دوب يربيه وكذا، يصل إلى مرحلة الثانوية فينقطع، أو يدرس الجامعة فيعمل ليساعد أباه في تعليم بقية إخوانه، ثم يبدأ هو يجمع من أجل الزواج. ولو تزوج وتوكل على الله لفتح الله عليه. لا شك في ذلك. طيب. لا شك في ذلك، لكن هذا الواقع اللي موجود. صح. نحن الآن هنا مهمتنا نحث. أليس من واجبكم شيخ عبد العزيز أن تحثوا الشباب على الزواج وأن لا يخشوا الفقر، بدليل أن أبا بكر قال عجبت رضي الله عنه وارضاه، عجبت لمن يريد الغنى في غير الزواج، لأن من أعظم أسباب الغنى الزواج. الله قال لنا إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا كلام الله يغنينا عنه. يغنيهم الله. إذا نحن من هذا المنبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة حق على الله عون. الآن سيسألون الشباب يقولون طيب نحن توكلنا على الله، من أين نجيب المهر؟ من أين نجيب؟ نحن نقول له أنت اعزم النية. أليس كذلك شيخ عبد العزيز؟ يبدأ يعزم النية ويعقد النية ويبحث عن بنت الحلال. فإذا ما كانت نيته صافية شيخ عبد العزيز، ستأتيه سبحان الله الهبات من الله من حيث لا يحتسب. لا شك. نعم. لا أنا لا أقصد المساعدات المالية وجمع الأموال والتبرعات، لا. ولكن فتوحات ربانية. نعم. إما وظيفة مرموقة أو تجارة أو صفقة يفتحها الله عز وجل عليه. لا شك. لما ثبت في سنن الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة كان حق على الله عونهم: طالب النكاح عفافا لنفسه، والمكاتب، وكذا. طيب، في نقطة ذكرتها الشيخ عبد العزيز فيما يتعلق بالتعليم وما يتعلق بالطموح، سأعود إليك، مهمة جدا. أختنا الكريمة أستاذة أسمهان، يا هلا وسهلا. أنت معنا؟
أيوة معكم، بس معلش فيما قاله هناي الأشياء هذه كلها الأهالي بيكونوا عارفينها وعلى دراية تامة بالسنن وكل شيء، تمام. بس التنظير دون أن يكون التطبيق أحيانا كثيرة. يعني لما نيجي على أرض الواقع الأهالي أو كمان الشاب يقولوا لك لا يعني. فهذه بس حبيت أضيف النقطة هذه. سؤالك معلش. صحيح صحيح. يعني في حالة الواقع كثير من الناس يتخوفون من الزواج، يتخوفون جدا، ويقولون ليس هناك وجع أشد من وجع الضرس ولا هم أشد من هم الزواج. ولكن الشريعة الإسلامية تعلم هذا جيدا، ولذلك تكفلت الشريعة بإعانة الشاب والوقوف معه من عند الله تبارك وتعالى. ومن كان حقيقة جرب هذه التجربة ودخل فقيرا، يعني نموذج الشيخ عبد العزيز. شيخ عبد العزيز، أنت نموذج الآن. حينما خطبت كيف كان وضعك؟ كنت فقيرا فأغناني الله. يا سلام. نحن نريد هذه المعاني السامية، ولكن كيف أنت وأنت فقيرا من أين؟ الآن خلينا نبدأ مع نكمل مع الأخت. أنا أنا اتلخبطت شوية مع الأخت. نعم. حتى أنت الآن لابد أن تفرق يا شيخ برهان بين مسألتين، وهي مسألة المشاكل الموجودة. أول شيء نحن نقر ما هي أسباب الزواج المتأخر، أسباب إحنا نريد ذكرها أسباب، ثم نأتي للحلول التي أنت ذكرتها، التوكل طيب. على الله وغيره. جميل. خلينا نسمع أستاذ أسمهان. طيب برأيك أستاذ أسمهان كيف نعالج هذه القضايا؟ اللي أنت قلت الآن الواقع يختلف عن التنظير التي أنتم ذكرتموه. طيب أنت اعطينا حلول التي أنت تريها. كيف يعني الآن طيب. البيوت مكدسة أستاذ أسمهان، البيوت مكدسة بالنساء وبالبنات، ما في عائلة إلا وتجد فيها ابنتين 3 قد بلغن فوق 30، وهذا هم كبير ينبغي لنا أن ننزعج جميعا. أختي الكريمة. أيوة أكيد أستاذ. هذا أحد الحلول، يعني مجرد إنه عمل برنامج توعوي بالشكل هذا أهم الحلول. تمام. وثاني شيء هذا بيكون يعني على مسؤولية كل أسرة إريترية، مش فقط مسؤولية الأسر مثلا لحالهم وكذا، الجالية ككل، يعني مسؤوليتنا نحن كلنا. حديك مثال أذكره زمان، وأنا لما كنت عايشة في السودان كانوا بيعملوا زواج جماعي، بس هذا كانت بتقوم به الحكومة. لو تعرفوا الزواج الجماعي هذا الزواج الجماعي سبحان الله غير معروف في إريتريا، لا في الداخل ولا في الخارج. أيوة، هذه ما عندنا الثقافة هذه. أنا دائما أقول يا ريت لو الواحد يفكر بالشيء هذا، بدل ما تكون مثلا صرف وليمة. طيب هل تتوقعين يقبله الشباب والشابات؟ هل ممكن الشابة اليوم تريد أن تتزوج لوحدها، تلبس فستان العرس لوحدها، ويكون عندها قصر لوحدها، هل تقبل؟ لا. بالعكس والله، احنا يمكن احنا شبابنا هنا في القرب يعني أفهم وأوعى وأدرك مننا بكثير من الأسر. الأهالي بتكون عايزة تعمل وتوسع وكذا، الشاب يكون بس فقط عايز يعمل مناسبة مقتصرة على أصدقائه ويسافر مثلا، يستمتع في رحلة، في إجازة، في كذا. فهذه واحدة. الأهالي يحتاجوا يعوا ويدركوا إنه لما مثلا الشاب يجي في سن أنا زوجت ابني من شهر وشوية، عمره 23. بارك الله له وبارك عليه وجمع بينهم في خير. آمين يا رب. آمين. فهي الفترة اللي الشاب يحس فيها إنه هو مستعد، وأول ما يبدأ يقول مثلا أنا عايز وقاعد أفكر، ما نعارض. فخلونا نفكر، طالما بنت حلال ومسلمة وأخته وزيه خلاص على بركة الله. لكن إذا حنقعد نقول مثلا يا الله الغرفة، الشقة، الحلة، حاشتري، حسوي، حأعمل، حأعزم مهرجان مثلا أعزم فيه الدنيا والعالمين، كلنا عايزين نفرح، لكن على بركة الله ونشوف. يعني أنت برأيك أن من أسباب عزوف الزواج كثرة المصاريف وكثرة المهور؟ المصاريف. طيب سنتحدث عن هذه النقطة بعد فاصل، نعود إليك إن شاء الله أستاذ أسمهان.
نتحدث عن مصاريف الزواج إن شاء الله تعالى. مستمعي الأكارم ومشاهدي الأحبة الكرام، فاصل ونواصل. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الأكارم، عدنا والعود أحمد. أختي الكريمة أستاذة أسمهان، كنا نتكلم عن من أسباب عزوف الشباب عن الزواج كثرة المصاريف من مهور وذهب ونفقة وما إلى ذلك. نريدك أن تفصلي لنا في هذا حسب الموجود عندكم في شعبنا الإريتري في الغرب. طيب، بنعمل الأفراح، يعني بنصرف فيها كثير. عندنا هنا مكلفة جدا في الغرب. وثاني شيء يعني لازم نعي وندرك أيضا الأهالي إنه الزواج في سن مبكر زي ما ذكر الشيخ حسن وحفظ، وبالعكس يمكن يتحمل المسؤولية ويخلي الشاب إنه يكون إنسان مسؤول في سن مبكرة جدا. الأسباب قلت الصرف. وثاني شيء عندنا هنا مثلا كمان مشكلة، عندنا كمية شباب الأسر الأنشطة اللي تقام ما في أنشطة بتخص موضوع الزواج للتعارف وكذا. حديك مثال، مثلا عندنا هنا الجالية الآسيوية سنويا بيقيموا برنامج أو مناسبة خاصة للتعارف، بيجوا كل الشباب والشابات يتبادلوا فيه أو يختار أو كذا. وده شيء متعارف عليه هنا في بريطانيا، الجالية المسلمة الباكستانية، وبيتزوجوا بالشكل هذا. نحن ما عندنا. طيب الشاب بيكون مثلا ما يعرف الأسرة هذه عندهم كم بنات. زمان مثلا كان عندك بنت فلان، عندك بنت ابن فلان. في زمننا هذا المسائل هذه ما صارت يعني ليها نفع، فهم عايزين يشوفوا ويختاروا وكذا. ما عارفة كيف أختصر لك الموضوع، لكن الجاليات المفروض تقوم ببرنامج معين خاص بالموضوع هذا، فقط يكون لتزويج الشباب والشابات، للتعارف. طيب. للتزويج وكذا. طيب أستاذة اسمهان، الله يحفظك ويرعاك، أنت الآن ذكرتي أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بالمهور والمصروفات التي تصرف تعتبر كثيرة وباهظة على الشاب، وذكرت أمر آخر أن من أسباب عزوف الشباب عدم التعارف بينهم، وذكرت أن الجالية الباكستانية تقوم بجمع الشباب والشابات للتعارف ما بينهم. نسمع رأي المشايخ في هذا. شيخ عبد العزيز، الأخت اسمهان استمعتم إلى رأيها فيما يتعلق بغلاء المهور والمصروفات، ما توجيهكم؟ طبعا لا شك أنه أول شيء من أسباب العزوف أيضا أضيف إلى ما ذكرت قضية بالنسبة قبل هذا في قضية التعارف ما أظنه سبب، لأنه أنت ما تطرق باب عند الإخوان أو الأخوات وكذا إلا تجد بيوت مليئة حسب مجتمعك، فما يحتاج أنك أنت تلم الشباب. أحيانا التعارف مثل هذا قد يؤدي إلى أشياء سيئة،
فيتعرف على الشابة، ممكن تكون علاقة غير شرعية. بعضهم يا شيخ عبد العزيز يقول خلني بس أكمل هذه، أتفضل. أكمل فكرتي. عندك أيضا من الأشياء اللي تجعل الشاب يعزف قضية المسؤولية، ما يحب يتحمل مسؤولية. ولعل الأخت منى، الأستاذة منى في الحلقة الماضية ذكرت هذا، أن الشاب أو الشابة كذلك ما تريد أن تتحمل مسؤولية، أو ما هو ما يريد أن يتحمل مسؤولية. الآن هو شاب يبيت حيث أمسى عليه، يذهب ويجي يسافر، فإذا تزوج أصبحت واحدة تحت مسؤوليته. وإذا أتى بالأطفال كذلك تحت مسؤوليتهم، يحتاج ينام عندهم، يحتاج يسأل عنهم، يوديهم مستشفى، يعالجهم إلى آخره. فبعضهم ما يحب المسؤوليات. وأيضا كما ذكرت الأخت قضية المصاريف، سواء من قبل الوالدين، أحيانا من قبل أسرتهم، ما يقبلون بأن يتزوج ابنهم بالشيء الخفيف مع أنهم يعرفون حاجته. فإذا جاء يتزوج قالوا كيف تتزوج بيت بدون عفش، كيف تتزوج بدون عرس، كيف تتزوج بدون، طيب أبطل الزواج. طيب يا شيخ عبد العزيز كلامهم صحيح. يعني الآن أنا يعني من حق الزوجة أن يكون عندها بيت، أن يكون عندها أكيد. غرفة نوم، أن يكون عندها مهر، أن يكون عندها. كيف سيحصل الزواج بدون ما يكون فيها؟ أكيد. وهل سيقبل أحد بدون طيب هذا؟ من هو المانع؟ أنتم ماذا أنا أقصد بعضهم مثلا الآن في الكماليات، يعني هو الآن يستطيع يستأجر بيت خفيف ويجيب غرفة نوم ويجيب الأشياء المهمة للبيت. تمام. فيقولون له لماذا لا تأتي بالصالون، لماذا لا تأتي بالستائر، لماذا لا تأتي بالزينة، والزواج يكون في القصر الفلاني، والزواج. طيب بعض الناس في مسألة يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف لما علم أنه تزوج، قال له إيش؟ أولم ولو بشاة. ما هو لازم أنت تعزم الأولين والآخرين وتذبح لي 50 خروف وكذا. أكثرهن بركة أيسرهن مهورا. نعم. فأنت الآن تمام. في طيب هذه الليلة مهمة. تنفق ما يكفيك أنت تعيش في سنة مع زوجتك. طيب هل يجوز لنا نحن الآن في الغرب نجمع شاباتنا وشبابنا تحت برنامج تعارفي من أجل أن يتعارفوا ما بينهم، فينظر الشاب إلى الشابة والشابة إلى الشاب ويحصل؟ لأن بعض الإخوة يقولون هو برنامج توعوي إرشادي، دورات خفيفة للتعارف ويحصل من ذلك الزواج. هل هذا يجوز شرعا؟ والله يا أخي أنا ما أراه مناسبا هذا. أنا ما أفتيك كفتوى شرعية، لكن ما أراه مناسبا. مثل ما ذكرنا الآن نحن نذكر مشاكل الشباب في المال، وليس مشكلتهم في عدم إيجاد الفتاة. أنت ذكرت في بداية الحلقة أنه ما في بيت من البيوت إلا في اثنين. الأخت ذكرت عدم التعارف أدى إلى عزوف الشباب. لا أنا ما أوافق على هذا الكلام. الآن أنت من يوم ما تطرق أي باب تسأل برهان يجيب لك بدل الوحدة 10 بنات، تسأل عبد العزيز أنا أجيب لك، وتسأل الأخت تجيب بيوت كثيرة. القضية ما هي بقضية أنه ما في بنات، القضية أنه الإنسان أو الشاب أو الشابة هم ليسوا يعني التعارف موجود يعني أستاذ أسمهان. مش قضية التعارف أنه موجود، أنا أقول أنه في بنات طيب. البيوت أستاذ أسمهان، كيف تردين على هذا وكيف ترين الجواب؟ توضيح التعارف اللي ذكرته كمثال الجالية الآسيوية بيكون بشكل مدروس وفيه مشايخ وعلماء، مش إنه فقط علاقة ويلا وكذا، لا. ما في تبادل أرقام تلفونات، ما في شيء، فقط إنه مثلا يختار الإنسانة اللي عايزها وكذا، فبيكون بشكل مدروس. لكن الشيخ عبد العزيز يقول طيب. الشيخ عبد العزيز موجود. فهمت، سمعت، عايزة أرجع لك للنقطة. طيب. هذه طيب. هو في البنات وفي كل شيء، بس حاليا لا الشاب يقبل بأنه تقول له مثلا بنت فلان موجودة، ولا الشابة تقبل تقول لها ابن فلان سأل منك أو عايزك مثلا. أنا قاعد أتكلم في الغرب، إحنا في الغرب يعني. ليش ما تقبل؟ لماذا؟ والله قليل جدا اللي ممكن يقبل. يعني بيقولوا لك مثلا عايز يعرفها، يشوفها، يعرف طباعها والمسائل هذه.
فليش احنا ما نوفر لهم الحاجة هذه؟ مش انه يعرفها بشكل، ما عايزة امشي لهناي، لكن يكون بشكل مدروس وجالية فقط انه كيف يشوف. بشكل مدروس يا أستاذ أسمهان؟ وضحي لنا الآن. الشريعة الإسلامية سمحت بالرؤية الشرعية، أليس كذلك شيخ عبد العزيز؟ بلى. سمحت بالرؤية الشرعية، وسمحت أيضا أن الخاطب يكرر النظر للمخطوبة ويناقشها ويسألها وتسأل منه في حضور محارمها في البيت، ويأخذ طباعه وتأخذ طباعه. قبل هذا أصلا هو سائل عنها، يعني يسأل عنها صديقاتها زميلاتها، ستخرج إلى الجامعة، ستخرج إلى المدرسة، ستأتي مع أبويها. مسألة النظر والتعارف أعتقد هي أسهل ما يكون عندكم في الغرب. هنا في مناطق دول الخليج ربما تقولين صعب، ومع ذلك نجد أن الإحصائيات تدل على أن المتحجبة الجالسة في بيتها هي أكثر ما تطلب، وسبحان الله. والتي تشارك في الأعراس وفي الحفلات وتدخل متزينة متعطرة وربما يكون يعني يقل حظها في هذا. على كل حال يعني الآن مسألة التعارف التي أنت ذكرت أنها تريد شابة وكذا، في هذا أليس هناك جاليات توضح أمور الشريعة؟ في جاليات توضح، وعندنا مشايخ ما شاء الله. ولكن أنا قاعد أقول حديك نموذج كمان. مثلا عندنا هنا في بريطانيا منظمة، لا مش منظمة، يعني مجموعة شباب وشابات إريتريين أنشئت قبل يمكن 4 سنين 5 سنين بالكثير، من خلال نشاط في الجالية. من المجموعة هذه تزاوجوا يعني 4 خلينا نقول 4 أسرة، فابني صاير الخامس من المجموعة هذه. فهذا اللي أقصده أنا. وكمان عندهم جميل، هذا جميل جدا اثنين مخطوبين، فهذا الحاجات اللي أقصدها، مش إنه يعني التعارف حول العمل الخيري، عمل الدراسة، عمل هناك يتعرف على أخت فاضلة نشيطة وعلى أخ حريص. هذا حقيقة نعمة ما ذكرت، جزاك الله خير. نعود للشيخ عبد العزيز. شيخ عبد العزيز، لا أريد البرنامج أن ينتهي قبل أن نعلق عزوف كثير من الفتيات بحجة التعليم. طبعا مثل ما ذكرت لك، يعني قضية التعليم هذه أنا أظنها هي معطى أكبر من حجمها، أي مسألة كبيرة. قضية البنات التي يقولن ما تريد أن تتزوج في لا شك، وأيضا في مجموعة ليسوا بالعين. عبد العزيز يأتي إليها الشاب وتقول وأنا أعرف أشخاص تقول أنا سأكمل تعليمي وكذا. لكن هذا حلها يكون مع الوالدين. لابد للوالد أن يتدخل. لابد الوالد أن يتدخل. بنتي نحن نشترط عليه أنك تكملي تعليمك. وفي أنا يقولوا لك منعتنا، لا رفضت. لا هو مجرد نوع ضغط بسيط، محاولة إقناع وكذا ومناقشة. طيب هل أحيانا تأتي على مناقشة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم من ترضون دينه وأمانته، وفي رواية دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هل هي إذا ردت رجلا كفءا لها سيحميها ويعينها على التعليم ويوفقها ويسددها بل يدعمها، إذا ردت مثل هذا هل تكون آثمة؟ نخشى أن تكون آثمة، لأنه ربما يعاقبها الله سبحانه وتعالى بأن لا توفق للزواج أحيانا ويفوتها خير كثير. نعم، وكم من امرأة حصل لهم هذا، رفضوا أناس أخيار وذهبوا لغيرهم وهي بقيت معلقة لم تتزوج، أو تزوجت زواجا طلقت منه بعده وهي باقية على ما هي عليه، وأسباب أحيانا تافهة. طيب ما يتعلق بالطموح، الزواج يمنعني من الوصول إلى طموحاتي وإلى أفكاري وإلى يعني أحلامي. الزواج، أنا كنت قبل فترة قبل أن آتي كنت جالس مع أحد الإخوان من السودان، فكنا نتكلم، يقول أنا عندنا بعضهم تزوجوا، بعض الفتيات تزوجوا وأكملوا تعليمهم، بل أخذوا الدكتوراه، وصلوا إلى مرحلة الدكتوراه وهي متزوجة وعندها عيال، ما شاء الله ما شاء الله، واللي بعضها بتكمل الماجستير، وهكذا. قضية التعليم
إذا كان ممكن وهي كانت حريصة زواجها ما يمنعها. طيب نعود إليك أستاذة أسمهان. أستاذة أسمهان، يا هلا وسهلا. الله يحفظك ويرعاك. أقول أنا بس تعقيب على الشيخ. إذا نفس السؤال، لو عندك سؤال تاني معلش. هو نفس السؤال تقريبا، هو التعليق على ما يتعلق فيما يقولون وراء كل رجل عظيم امرأة. اشرح لنا هذا باعتبارك امرأة وزوجت ابنا لك قبل أيام، فنريد شرح لهذا المعنى. أيضا أمر آخر، أنت ذكرت بعد البرامج، هل أنتم في الغرب ممكن تفتحون جمعية خيرية خاصة بتزويج الشباب؟ هل ممكن هذا؟ أتمنى ذلك، والله أتمنى، وإن شاء الله بإذن الله. طيب، التعليم أنا ما أراه عائق. حاليا نحن في الغرب مثلا في العصر اللي عايشينه نحتاج امرأة متعلمة، أم متعلمة، لأنه الحياة تتطلب ذلك. هنا عندنا في الغرب نحن يعني المدارس، رسائل، أشياء كلها اللي تيجي الأم لازم تكون متواجدة، الأب أيضا لازم يكون متواجد، بس يتطلب الأم تكون متعلمة. هذا واحد. ثاني شيء، أنا عايزة أرجع لحتة إنه في بنات كتار والله طالبات الستر فقط، ولكن شبابنا بيمشوا مثلا من عندنا من هنا من الغرب، عنده أخواته كتار هنا، بيمشي يحبذ ويفضل إنه يجيب واحدة من السودان أو كمان من أي مناطق الخليج، من السعودية، من دول الخليج. صحيح من السعودية. نعم. وسن ليش؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ أيوة، هذه قضية مهمة. أنا أقول ما أعرف، يمكن حسب هناي في الخوف من أو التردد أو الخوف من المتعلمة، ولكن مش كل متعلمة إنه طموح وما عايزة وكذا، لا بالعكس، والله أي بنت مهما تصل أي درجة من العلم عايزة الستر، عايزة بيتها، عايزة تكون أسرة. يعني هم بيخافوا. يا أستاذة أسمهان، أستاذة أسمهان حفظك الله، بالنسبة لهذه الجزئية حينما نسألهم نحن لماذا تتركون أخواتكم في الغرب يتزوجهن من هب ودب من القبائل الأخرى أو من الجنسيات الأخرى وأنتم إخوانهم، يقولون لأن كثير من الأخوات يستخدمن علينا القانون في ضرب رؤوسنا وسحب البيوت من أيدينا. هل هذا كلام صحيح؟ والله ما حأعمم، لا أبدا. يعني غلط إنه مثلا حياة زوجية فاشلة حق 2 3 نحكم على الكل، لا أبدا. القانون بيحمل الكل، بيحمل حق هنا مثلا، بس ولكنه بيحمل المرأة أكثر. كوني منصفة يا أستاذة أسمهان، بيحمل المرأة أكثر. بيحمل المرأة أكثر، بيحمل المرأة أكثر. الإسلام كمان بيحمل المرأة أكثر، يعني حافظها وساينها وكل شيء. صحيح. أيوة. لكن لماذا الهروب؟ لماذا هروب الشباب من عندكم إلى هذه المناطق؟ إلى هذه المناطق اللي حيجيبها من السودان كمان ما حتكون نفس هي. يعني لما تيجي مثلا إذا إنه تستخدم عسل القرب أو صحيح تكون هي بنفس الوقت إذا اجتمعنا عليها النساء وقلنا لها انتبهي القانون معك وهذا الرجل لا يتسلط عليك وأنت فعلا يقلبون راسها فتصبح معهم، إلا أن تكون صالحة وتقول لا أنا عندي مبادئ وعندي قيم ودين، فتكون متمسكة بدينها. ولا نعمم، لا شك لا نعمم. نعم، معك 30 ثانية رسالة تؤديها إلى إخوانك وأخواتك أستاذة أسمهان. أتمنى رسالتي للأهالي إنه يسهلوا أو يساعدوا يشجعوا أبنائهم للإقدام للزواج أيا كانت. يعني اللهم مسلمة تتوافر فيها شروط ديننا الحلو، فيتوكلوا على الله، ما يعقدوها بإنه عايزين نعمل ونسوي وإنت كذا، طيب إنت ما خلصت الجامعة وإنت وكذا. تاني أتمنى من الشباب كمان إنه يفكر لما يفكر يتزوج. عندنا البرنامج حيخلص، كنت أتمنى يطول، ولكن مسألة بناتنا بسم الله ما شاء الله هنا عاملات مجتهدات،
سن فوق 30، فشبابنا يا ريت يفكروا كمان يعني يتزوجوا من أخواتهم. شكرا جزيلا أستاذ أسمهان، أشكرك جدا على هذا الطرح، جزاك الله خير وبارك الله فيك. شيخ عبد العزيز معك دقيقتان في توجيه رسالة للشابات والشباب. طيب، أنا أوجه رسالة للشباب والشابات ولأهاليهم. أول شيء كما ذكرت أختنا الأخت أسمهان، خففوا على الناس، يسروا مهورهم، ألغوا ما يسمى بالحفلات واجعلوه في البيوت بقدر. إذا من كان عنده قدرة يستطيع يسوي فليعمل. الكلام نحن الآن على الذي ليس عنده قدرة، لا يتكلف 30,000 25,000 عشان في ليلة واحدة تضيع وتذهب هباء، فالأفضل أنه ينتفع بها الزوجين. هذه واحدة. ثانيا، أوصي يعني المشايخ وذوي الهيئات أن يقيموا جمعيات خاصة بمثل هذه الأشياء ليقوم من خلالهم الزواج الجماعي وتيسير الأمور وغيرها. ثم أوصي كذلك الشباب أن لا يهربوا من المسؤولية. الزواج هذه سنة الله، فخير لك أن تكون في ما حل الله من أن تقع أو تعاني من هذه القضية. كما أوصيهم بالتوكل على الله جل وعلا، كما ذكرنا قال الله سبحانه وتعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فأنت توكل على الله، وأقصد بزواجك وقصدك للزواج العفاف، يغنيك الله سبحانه وتعالى من فضله، فهو الذي بيده خزائن السماوات والأرض. فهذه بعض الوصايا. أيضا يعني الحرص على المرأة الصالحة ذات الدين، وكما ذكرت أختنا، في عندكم أخوات لكم هناك محتاجات إلى الزواج، لا تتركوهم وخذوا منهم، وليسوا كلهم سواء، ليسوا كلهم كما يقال عنهم أنهم كذا وكذا، مو بصحيح. إن وجد بعضهم نفل، بعض منهم لا يفعلون هذا، لكن تحتاج إلى السؤال والاتكال على الله وصلاة الاستخارة ودعاء الله سبحانه وتعالى بالتوفيق. جزاك الله خير شيخ عبد العزيز، بارك الله فيك. مشاهدي الأكارم، انتهت حلقة هذا اليوم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون حلقة ماتعة قد استفدتم منها. الحقيقة الموضوع ذو شجون ومتشعب جدا، ولا تكفيه مئات الحلقات حقيقة حتى نوجد حل لهذا الموضوع، ولكن نحن نسدد ونقارب ونقول للجميع: اتقوا الله في مولياتكم، أيها الشباب اتقوا الله، أيها الشابات اتقين الله سبحانه وتعالى، وتعلموا دينكم فيما يتعلق بهذه الأمور. مشاهدي الأكارم، باسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل على فضيلة الشيخ عبد العزيز عطا، وعلى الأخت أسمهان من خارج الاستوديو، والشكر موصولا لكم على حسن متابعتكم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتجدد اللقاء بكم أنتم على خير، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله يوم الجمعة القادم. تابعونا الساعة 2 بعد الظهر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.